ايه اللي هيحصل؟ تبعات اللي هتحصل ايه؟ في حاله انسحاب الاهلي والدوري كمل، انت لازم قانونيا بقى امم. ولوائح لازم امم. تطبق العقوبه على النادي الاهلي. امم. خصم 6 نقاط، 3 نقاط حاليا في ماتش الزمالك امم. و3 نقاط في نهايه الدوري، هبوط الدرجة وهبوط الرابعة. الدرجه الاقل. لا، الرابعة. اللائحة اهو الجديدة الرابعة. اللائحه الجديده، طب امم. خلاص هبط الاهلي بقى الدرجه الرابعه. امم. و في حالة انه في أندية يعني تعاطفت مع الأهلي، او يعني اتحدت مع سندت الأهلي، قرار او النادي الاهلي. سندت قرار النادي الأهلي في ان هي كمان تنسحب من البطولة. في الحالة دي هيتم إكمال البطولة؟ ابراهيم، الاهلي مش هيهبط ولا درجه رابعه ولا يتخصم منه نقط. امم. اصلا مش، الاهلي ومش اول فريق ينسحب يعني. الاهلي ولا يتخصم منه نقط ولا امم. هيهبط للدرجه الرابعه امم. ولا حتى الدرجه الادنى. يعني مش هنلغي. هيبقى فيه كوره. امم. احنا خلينا نتكلم لوجيك، اصل انت صحيح. بتتكلم في ده، هو البراند الافريقي اللي مين النهارده ممثل؟ هو اتحاد الكوره استفاد 3 مليون دولار من الفيفا بايه؟ بسبب ايه؟ بسبب حضور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تهبطوا درجه رابعه؟ امم. ما هو خلينا نتكلم لوجيك. امم. انت هتأذي النادي الاهلي اللي بيمثلك افريقيا امم. وبيمثلك عالميا في بطوله كاس العالم للانديه ونسبة وقبلها في ونسبة كونتيننتال. نسبة مش قليلة من لاعبي المنتخب من النادي الأهلي. بجانب ده لا لا، في حاجات حارسك كتير. الأساسي في بص، المنتخب على الأقل من النادي الأهلي. قرار تطبيق اللوائح على النادي الاهلي فيه امم. عقوبات كتير قوي امم. هتضر الكره المصريه بشكل ايجابي وبشكل مباشر. وفي أندية قبل كده انسحبت وما تمش تطبيق ف... عليها العقوبات زي كده. فاللوائح مش هتطبق، ودي امم. هتبقى برضو مشكله كبيره، امم. بعيد عن ان انت اهلاوي او زملكاوي او ايا كان انتمائك. لكن انت ما تطبقش اللوائح على بعض الانديه، فده غلط. امم. بقى بيدي ظلم كبير لبعض الانديه اللي مش قادره تطالب ما انت بحقها. برضو ما طبقتش اللائحة على الأهلي، لأن انت اللائحة بتقول انك من حقك تطلب حكام أجانب. طب انا طلبت حكام أجانب وانت ما يبقى نفذتش. لازم تعيد المباراه. يبقى انت كاتحاد كورة. يبقى لازم تعيد المباراه. اه. يبقى لازم تدي ميعاد تاني امم. وبخطاب رسمي للناديين، وف... للاهلي والزمالك، امم. باعاده المباراه. طب هدف بيراميدز اتلغى. ابراهيم، امم. البيراميدز بعيد بقى عن المجاملات التحكيميه، امم. بيراميدز اول حاجه عنده استقرار اداري بشكل كبير جدا. امم. عنده استقرار فني، لعيبته انت بتتكلم على فرقه بتمتلك اقوى سكواد ليست محلي في مصر امم. بعد الاهلي حاليا، بعد الصفقات الجديده. امم. طيب، فرقه عندها التزام مادي وعندها التزام اداري والتزام فني وبتمارس الحياه الرياضيه بشكل فوق الطبيعي. امم. مستني منها ايه؟ بس يعني برضو مستني منها ايه كان غير افضل النتائج؟ كان في برضو علامات كده يعني، برضو من اول الموسم. بص آه يا ابراهيم، وكان التحكيم في عنده بيانات للنادي الاهلي في قبل مشكله في المشكله التحكيم. دي في يعني مشكله في التحكيم مم. في مباراه بيراميدز ومباراه الزمالك ومباراه الاهلي والاسماعيلي مم. وفيوتشر، في كل المباريات، مم. مش في بيراميدز بس، عشان مم. برضو ما بقاش بترمي اللوم. طبعا. في اخطاء طبعا. تحكيميه، اتفقنا ان في اخطاء كل تحكيميه، الفرق استفادت منها وكل وكل الفرق الفرق اتضرت اتضرت منها منها. واستفادت منها. صحيح. اذا ان انت عندك اخطاء تحكيميه غير موجهه، غير موجهه، دي اخطاء تحكيميه. مم. امبارح، طب انا هفاجئك مفاجاه. امبارح طبعا هو يوم كان يعني حزين جدا على الكره المصريه مم. عالميا ومحليا. مم. مم. خساره محمد صلاح صحيح. وليفربول امبارح من باريس سان جيرمان. هات الهدف بتاع باريس سان جيرمان، انا الهدف اوف سايد. مم. 33 دقيقة الفار مش عايز يعيد الهدف ولا عايز يجيب الخطوط التقنية الفار الآلي، مم. بسبب ان هدف بيركولا باص بيركولا اوف سايد. الباص كان اوفسايد اه، قبل الانفراد. بيركولا سابق فان دايك، مم. وخلي حد خبير تحكيمي يطلع يجيب الخطوط الآلية مم. ويثبت عكس كلامي. مم. اهو اخطاء بقى في تحكيم. الشامبيونز ليج، في دوري ابطال اوروبا، وليفربول بيلعب في الانفيلد. وخصمين اقوى من بعض، مم. ممثل فرنسا وممثل انجلترا، صحيح. وخطأ تحكيم، ده خطأ تحكيمي اداري آلي. مم. حكم اداري في المباراة ما طلبش الفار يرجع له، مم. فده خطأ اداري. خطأ آلي ان الفار انت فاهم يعني ايه الفار يقعد 33 دقيقة بعد الهدف مش عايز يعيد الهدف بالخاصية الآلية لخطوط الاوفسايد؟ مم. حد يطلع يقول لي ان هدف امبارح باريس سان جيرمان شرعي. طيب.